من كام يوم حصلت احداث صعبه قوي على الوطن العربي، زي الزلزال الكبير اللي حصل في المغرب والفيضانات اللي حصلت في مدينه درنا في ليبيا، اللي ادت لغرق جزء كبير قوي من المدينه، وادى الحدثين دول لفقدان الاف من الضحايا. نتمنى من ربنا يرحمهم ونتمنى السلامه للشعب المغربي والليبي. بدا بعد ما الاخبار تطلع عن غرق مدينه الاسكندريه في المستقبل القريب، ده خلى ناس تقول ان اسكندريه هتصبح ذكرى زي المدينه اللي غرقت قبلها. ايوه برضه هي اسكندريه هتغرق، وايه علاقه اسكندريه بالمدينه اللي غرقت قبل كده؟ تعالوا معايا نفهم الموضوع كله من الاول. سنة 331 قبل الميلاد قرر الاسكندر الأكبر إن هو يعمل مدينة بتشيل اسمه عشان تبقى ميناء كبيرة في البحر المتوسط، فبنى مدينة الإسكندرية، ومن بعدها أصبحت منارة العلم ومكان لالتقاء الحضارات والثقافات. في سنة 365 ميلاديا تضرب اسكندرية أمواج تسونامي عنيفة تدمر أجزاء كبيرة جدا من المدينة، وده كان بسبب زلزال كان حاصل على سواحل اليونان. من شدة أمواج تسونامي كانت الأمواج بتسحب السفن في الميناء وتضرب بيها المدينة، وتوفى في الحدث ده أعداد كبيرة وتدمر 50,000 بيت، وده خلى أي حدث من الظواهر الطبيعية اللي ممكن تحصل في البحر المتوسط تكون سبب في فيضانات تانية على اسكندريه. وحسب منظمه الامم المتحده ان سطح البحر هيرتفع بمقدار 50 سم بحلول عام 2050، وده كافي ان هو يغرق 30% من المدينه. يعني في اقل من 30 سنه تلت اسكندريه هتغرق. طبعا تبقى اول من الوديان، ودي حاجه تزعلني صراحه. انا ممكن ما كنتش حقيقي اصلا عشان ازعل، فمش مشكله. المهم عشان كده اسكندريه مصنفه من اكتر المدن المعرضه اللي غرقت، وانها هتكون زي المدينه اللي غرقت زمان قبلها، لان في اسطوره قديمه بتقول ان كان في مدينه تانية جنب اسكندريه وغرقت من زمان، كان اسمها مدينه هيراكليون. ثانيه، هي حكايه المدينه دي؟ طيب تعالى معايا بقى احكي لك القصه دي عشان مهمه قوي. كان في عالم فرنسي اسمه فرانكو جوديو، كان متخصص في علم الاحصاء والرياضيات، لكنه كان مهتم بالتاريخ وخصوصا علم اثار ما تحت الماء. في بدايه الامر جوديو كان شغال كمستشار اقتصادي، لكنه استقال من الوظيفه دي وتفرغ اكتر لشغفه للبحث عن الاثار تحت الماء، وفعلا نجح ان هو يكتشف عدد من السفن اللي غرقت من زمان، زي السفينه الحربيه الاسبانيه سان دييجو اللي غرقت في 1600 وهو اكتشفها في اوائل التسعينات. في مره من المرات سمع جوديو من عالم اثار عن اسطوره موجوده في النصوص القديمه بتحكي ان كان في مدينه او اتنين موجودين زمان في خليج ابو قير، والمدن دي بعد كده غرقت، لكن ما كانش في الوقت ده اي دليل ملموس عن وجود المدن دي. في مره من المرات في اثناء الحرب العالميه الثانيه كان في طيار بريطاني طاير فوق خليج ابو قير، لمح اجسام غريبه تحت سطح المايه بتشبه المعالم الاثريه، لكن برضه ما كانش فيه اي دليل ملموس على كلامه. لكن بالرغم من كل الاساطير دي جوديو كان متعلق بالموضوع اول من ساعه ما سمعه، وقرر في بدايه سنه 1996 ان هو ينزل مصر ويبحث عن المدينه دي بنفسه، فجمع فريق معاه وفعلا سافروا على مصر. في بدايه الامر اهم شيء كان المفروض يبقى موجود مع جوديو وهو بيبحث عن المدينه الخرائط اللي بتحدد المكان المحتمل للمدينه دي في البحر، لان زي ما قلت لك محدش في الوقت ده كان يعرف اي حاجه عنها، ما كانش في اي مصادر في الوقت ده يقدر يرجع لها عشان يدور على المدينه. كتب المؤرخ القديم هيرودوتس عن موقع ضخم تم بناؤه في مكان نزول هيركليز اول مره في مصر، واتكلم عن اختفاء هيلين اجمل نساء الارض مع حبيبها باريس في مدينه هيراكليون في اثناء حرب طروادة. ووصف المؤرخ اليوناني سترابو مدينه اسمها سونيس وذكر معاه اسم هيراكليون، وحدد موقعها جنب فرع رشيد. ومن بعدها محدش سمع اي حاجه عن مدينه هيراكليون ولا كانها كانت موجوده. بعد ما بحث جوديو في المصادر التاريخيه وجمع اكبر قدر من المعلومات ممكن يساعده، نزل لمصر، وقدر جوديو ان هو يجمع فريق من العلماء الدوليين في علوم الاثار والجيولوجيا والتاريخ وعلوم المصريات، ومجموعه من الغطاسين اللي عندهم خبره كبيره عشان يبقى عنده اكبر قدر من العوامل اللي تساعده على اكتشاف المدينه. ونجح جوديو فعلا في الحصول على التصاريح اللازمه للبحث في خليج ابو قير. بس الحلو ما بيكملش، عشان لما وصل جوديو والفريق بتاعه لخليج ابو قير اتصدموا من حجم الخليج، لانهم كانوا مفكرين انه اصغر من كده بياما، فما كانش عارف يبدا منين. في النهايه قرر هو وفريقه ان هو يبحث في منطقه كبيره مساحتها 150 كيلو متر مربع، لكن كل المحاولات المبدئيه في البحث فشلت ليه؟ بسبب تلوث الميه وكميه الرمل والطين اللي بيخرج مع ميه النهر وبتترسب في الخليج، فبالتالي البحث عندهم كان صعب لانهم ما كانوش شايفين حاجه، ودي حاجات صعبت من الرؤيه برغم التقنيات الحديثه اللي كانت معاهم في الوقت ده. جوديو ساعتها كان بيفكر في تقنيه توفر عليه الوقت والمجهود، كانت تساعده ان هو يبقى عنده معلومات اكثر دقه عن المنطقه اللي هو شغال فيها، ونجح بالفعل في عقد اتفاقيه مع لجنه الطاقه الفرنسيه بمدينه وهيئه الطاقه الذريه لتطوير جهاز رنين مغناطيسي نووي بيقيس المجال المغناطيسي للارض وبيوفر معلومات اكثر دقه عن الاجسام اللي موجوده جوه البحر. وبعد 4 سنين من بحث والتنقيب بدات البيانات تظهر عن وجود مواقع في خليج ابو قير ووجود اجسام غريبه تشبه التماثيل، ومن هنا بدات البحث عن مدينه هيراكليون ياخد منحنى اكثر اثاره. وفي اول الالفيه الجديده تحديدا في 2001 وعلى بعد 6.5 كيلو من شط اسكندريه وعلى عمق 30 متر يلاقي فريق البحث اول قطعه اثريه. ياه الحمد لله التعب بتاع الناس ده ما راحش على الفاضي. كانت القطعه دي عباره عن قطع حجريه ضخمه من الحجر الجيري، كانت مرصوصه جنب بعضها، واعتقدوا في الاول ان هي جزء من جدار للمدينه، لحد ما لقوا قطع زيها تاني في الجنوب مرصوصه على طول 150 متر، ولقوا زيها تاني في الشمال، فساعتها اتاكدوا ان ده فعلا سور المدينه. ولقوا كمان
كتله حجريه مجوفه تشبه التابوت. كانت بتضم اهم تماثيل غرفه المسبح، كان اللي بتقدم فيها قرابين الالهه في المعبد الرئيسي في المدينه. والنقوش اللي كانت موجوده على التابوت ده كانت بتثبت ان التمثال اللي جوه هو تمثال للملك امون. بعد كده عثروا على بقايا المعبد امون وخنسو اله القمر عند المصريين، وعثروا على عدد من التماثيل العملاقه، منها تمثال كبير من الجرانيت الاحمر لله حابي سيد النهر واله الخصوبه عند المصريين، وتماثيل تانية من العصر البطلمي بيصل طولها ل5 امتار. ولقوا كمان لوح ذهبي منقوش عليه بالاغريقيه، وكان معنى اللي مكتوب عليه كالاتي: انشاء نصب تذكاري للبطل الاسطوري هيركليس في المدينه. ومن الواضح ان المدينه كان ليها اهميه دينيه كبيره عند المصريين والاغريق، وده واضح من بقايا المعابد الدينيه. وزي ما المدينه كان ليها دور ديني كبير، فهي ليها دور تجاري اكبر، لان في خلال البحث تم العثور على عدد كبير من الاحواض اللي كانت بتدل على وجود نشاط تجاري كبير في المدينه، وده مع وجود مراسي كتيره للسفن، ووجدوا اكتر من 60 حطام لسفن تجاريه تانية. وكل ده بيدل على النشاط البحري والتجاري في مدينه هيراقليون. واشتملت برضه اكتشافات البعثه على حاجات تانية، زي ان هم لقوا عدد كبير من العملات المعدنيه والمجوهرات والكؤوس والتماثيل الصغيره وتوابيت واواني منقوش عليها بالهيروغليفيه والاغريقيه. طبعا الصيادين كانوا بينزلوا ابو قير يصطادوا بربون وكابوريا، وما كانش واخدين بالهم ان في حاجات تحت اهم من بربون والكابوريا والاستاكوزا، وان مش في كل الحالات برضه الفوسفور بينفع. بفكرك تعمل لايك لفولو الصفحه سواء انت على فيسبوك او على يوتيوب، عشان بجد الصفحه محتاجه الدعم بتاعها. المهم بعد كل الاكتشافات والادله دي، عرف جوديو مدى اهميه المدينه بالنسبه للفراعنه والاغريق. استخدم فريق الغطاسين اجهزه شفط عشان يشيلوا الرمله من على التماثيل، لان كانت في تماثيل ياما فكوها مدفونه تحت الرمله وما كانش عارفين يطلعوها بسبب كتر الرمله اللي عليها. كانوا بيطلعوا التماثيل الصغيره للسفن عن طريق شبكات، انما التماثيل الكبيره كانوا بيطلعوها بروافع بعد ما يامنوها كويس. كان جودي وفريق البحث اللي معاه كان في اعتقادهم ان هم هيلاقوا مدينه تانية مع هيراقليون، واللي هي المفروض مدينه سونيس، لكن لقوا بعد كده صدموا، وكانت مفاجاه ليهم وللعالم كله، لان في يوم من الايام لقوا الغطاسين حجر جيري ضخم لونه اسود، وهم بيسحبوا الحجر ده على السفينه كان واضح ان الحجر ده ان هو عباره عن لوحه تذكاريه سليمه، وكان عليها نقوش. ولما ترجموها كانت هنا مفاجاه لجودي، كانت النقوش بتنص على فرض ضريبه 10% على السفن والبضائع اللي عايزه تعرض المنتجات بتاعتها في السوق المصري في المدينه. بس مش ده اللي كان مهم في النص، الحاجه المهمه في النص هي الاشاره الموقع واسم المدينه اللي كان مكتوب في جزء من النص. كانت ترجمته كالتالي: يأمر الفرعون بوضع هذا اللوح في مدينة سونيس. وهنا عرف جوديو ان مدينة سونيس وهيراقليون هي مدينة واحدة، ولكن هيراقليون هي اسم المدينة عند الاغريق، وسونيس هي اسم المدينة عند الفراعنة، وان مفيش مدينة تانية ولا حاجة، وان هيراقليون وسونيس هي مدينة واحدة. ومن خلال الاكتشافات اللي لقوها بعد كده قدر فريق جوديو ان هو يرسم حدود للمدينة، وقال جوديو ان مدينة هيراقليون مساحتها بتساوي 3 اضعاف مساحة مدينة بومباي. نيجي بقى لتاريخ انشاء المدينة. من خلال الاثار اللي هم لقوها اكتشفوا ان المدينة تم انشائها في القرن الثامن قبل الميلاد، وان حصل لها شويه مشاكل زي الزلازل وارتفاع منسوب الميه والتسونامي. كل دي حاجات ادت لخلق المدينه تدريجيا في القرن الثامن الميلادي. وفي اخر ايامها اتعرفت اهميه المدينه لما انشا الاسكندر الاكبر مدينه اسكندريه، واصبحت اسكندريه هي اكبر الموانئ في البحر المتوسط في الوقت ده. ولما غرقت بدا الناس تعتبر اسكندريه كبديل ليها، واعتبروا اسكندريه الميناء الاهم في مصر. وزي ما قلت لك بعد غرق مدينه هيراقليون غرق معاها اثارها وتاريخها، واتمحت من الذاكره واتنست ما بين الناس. فهل يكون مصير اسكندريه زيها في المستقبل، تصبح بعد كده مدينه مفقوده تحت الميه؟ انا ذات نفسي ازعل على الورديان صراحه، فلو غرقت قشطه انا هغرق هنا عادي، ما عنديش مشكله. وبس كده، دي كانت قصه اسكندريه والمدينه المفقوده. في النهايه ما تنساش تعمل فولو ولايك للصفحه سواء انت على اليوتيوب او على فيسبوك، وهسيب لك المصادر تحت في الكومنتات. اكتب لي في الكومنتات لو في موضوع عايز نعمل عليه حلقه. وبس كده، كان معاكم يوسف جابر.